دلوقتي هعرفك ازاي تقدر تسجل في عملة هامستر او في بوت هامستر من خلال التليجرام. الاول لازم يكون عندك التليجرام، يعني ما ينفعش طبعا تدخل على اللينك اللي انا سايبه لك الا لما يكون عندك تليجرام علشان تقدر تسجل في الكلام ده. التليجرام في الفتره الحاليه الصراحه بقى فيه كميه بوتات بتنزل وتقدر تكسب منها فلوس، وناس كتير عملت فلوس كويسه من التليجرام. تمام، فالاهم كده ان انت تنزل التليجرام لو انت لسه ما حملتوش، وتبدا تدخل على الرابط اللي انا سايبه لك في الوصف. بس تكمل الفيديو ده لان الفيديو ده من خلاله هعرفك وانت بتسجل بعد ما تسجل على طول هتقدر تجمع فوق المليون عمله. ازاي؟ كمل يا صاحبي معايا الفيديو ده لاخره، ويا ريت تكمله ما تقطعش اي حاجه ولا تجري علشان تفهم كل حاجه، لان والله لازم هنا تفهم كل حاجه. ما فهمتش صدقني مش هتعرف تجمع ولا تعمل اي حاجه داخل البوت ده. وعلشان كمان تلحق تستخدم البوت ده قبل شهر 7، لان في شهر 7 هتبدا العمله تنزل في السوق وتقدر ان انت تسحب الفلوس اللي انت هتجمعها. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا دلوقتي اوريك الحساب بتاعي اللي انا شغال عليه. تمام، ده كده الشات بيني وبين البوت كان بدأ من يوم 16، يعني انا لسه شغال على البوت ده ما بقاليش تقريبا حوالي 4 أو 5 ايام. تمام، فدلوقتي هبدأ ادخل على كلمة بلاي اللي قدامك دي وهوريك الحساب بتاعي الاساسي، وهبدأ ارجع على حساب تاني جديد هسجل فيه من اول وجديد علشان تفهم كل حاجة انا بعملها داخل البوت ده. تمام، اتكلمت قبل كده معاكم عن عملة افا كوين، وطبعا كان في تحديثات كتيرة وحاجات كتيرة نزلتها قبل كده لو خدت بالكم. وطبعا الافا كوين دلوقتي المفروض ان هو في انتظار ينزل السوق علشان نقدر نسحب العملات اللي احنا جمعناها. الاول كان من خلال العملات اللي انت بتجمعها بتقدر تسحب فلوسك على طول، لكن حصل ابديت كده لازم العمله هتنزل وبعد كده تقدر تسحبها. فالمهم خلينا في عمله هامستر دلوقتي، وهوريك قدرت ان انا اعمل الكلام ده كله ازاي في خلال 3 أو 4 ايام زي ما وريتك، انا لسه مسجل جديد. تمام، فزي ما انت شايف يا صاحبي ده الحساب بتاعي. الحساب بتاعي زي ما انت شايف اهو لسه جديد، ودلوقتي هبدا ارجع بقى ادخل على الحساب الجديد علشان اوريك تسجل ازاي. انت شايف ده التليجرام الثاني بتاعي، برضو هبدا ادخل على القناه بتاعتي اللي على التليجرام، فهتلاقيها بالمناسبه في الوصف تحت الفيديو، تقدر تدخل علشان تتابع لو في اي جديد نزل على القناه. هبدا ادخل كده على رابط الدعوه زي ما انت شايف. اللي انت هتعمله مجرد ما هتدخل على الرابط في الوصف هتبدا تعمل زي كده بالظبط، هتضغط على الرابط وتبدا تعمل ستارت. تمام، زي ما انت شايف كده بدا يفتح معايا. طبعا يا ريت ما حدش يستخدم برنامج النقرات، لان هنا حذروا جامد منه، فلو انت رحت استخدمته ممكن حسابك يتحظر، فبلاش تستخدم البرنامج بتاع النقرات. وتجميع العملات هنا سهل وهوريك دلوقتي. طبعا هنا هبدا اضغط على السهم اللي تحت كده اعمل تخطي، وهنا هبدا اعمل بلاي. وزي ما انت شايف بيقول لي هنا علشان دخلت على الرابط سجلت من خلاله هيجي لك اول حاجه كده بسم الله 5000 عمله. زي ما انت شايف كده بقى معايا 5000 عمله، وهبدا اضغط هنا. تمام، وبكده الحساب بتاعك اتعمل وتقدر تجمع العملات دلوقتي. زي ما انت شايف هنا انت في خانات كده تحت في كذا حاجه، هعرفك كل حاجه وازاي تقدر تجمع العملات بكل سهوله. اضغط هنا عادي جوه، وطبعا هنا جاب لك الشات بقى بينك وبين البوت. انت كل ما هتيجي تدخل على الحساب بتاعك هتدخل على الشات بينك وبين البوت. هرجع كده من اول وجديد علشان ما حدش يتلخبط. ادي هي العمله يا جماعه، يفضل طبعا ان انت تعمل لها تثبيت علشان تبقى قدامك اول ما تدخل التليجرام. ابدا بقى ادخل كده على الشات بيني وبين البوت وابدا اضغط على بلاي وابدا اعمل ستارت. بكده انا بفتح الحساب بتاعي، هو ده طبعا هيكون الدخول بتاعك على طول. هنا بتعمل ايه؟ لو خدت بالك هنا بيدي لك طبعا 1500 شرطه 1500، هنا الطاقه او العدد العملات اللي هينزل لك كل ساعه. انت بتبدا تجمع العملات دي. تمام، زي ما انت شايف هنا. فطبعا انا مش هعرف ان انا اجمع معاك كل العملات دي علشان وقت الفيديو. تمام، فانا بعرفك بس ان انت كل العملات اللي هتنزل لك هنا ابدا اجمعها، وزي ما انت شايف كده هو بيزيد لك تاني تبدا تدخل تجمع. طيب انا عاوز اجمع العملات دي بسرعه، اعمل ايه؟ عاوز دلوقتي انا حسابي لسه جديد عاوز يبقى معايا فوق المليون عمله، ودي يمكن محدش قالها وهو بيعرفك ازاي تسجل في البوت. انا بعرفها لك دلوقتي، وانت بتسجل في البوت هيبقى معاك فوق المليون عمله علشان تقدر تشتغل على البوت وانت مرتاح. تمام، فلو خدت بالك هنا هتلاقي في طبعا العلامه دي اللي هي بتاعت التعدين. تمام، هتلاقي بيفتح لك هنا حاجات كتيره، وفي هنا كروت انت لما بتجمعها اللي هي علامات الاستفهام دي هتاخد، لو جمعت 3 كروت دول هتاخد 5 مليون عمله، خلاف طبعا المليون التانيين. فخلينا في دي دلوقتي. هنبدا ندخل على حاجه اسمها، طبعا هنا لو انت عاوز تدعي اصحابك هتدخل على خانه الفريندز دي وهتبدا تعمل كوبي. تمام، هنا قال لك تكست كوبيد ان هو خدها كده كوبي. طيب قال لك فشل يعني ما نفعش، هتعمل ايه؟ هتبدا تضغط عادي على انفايت فريند وتبدا تروح تبعت الرابط بتاعك لاي حد. زي ما انت شايف كده على كل شخص هيسجل هياخد 5000 نقطه، وانت هتاخد كام؟ هتاخد 25000 نقطه. وطبعا صاحبك ده كل ما بيعلي المستويات بتاعته انت بتقدر تكسب من خلاله. طبعا دعوات الاصدقاء مهمه جدا. طب تعالى ندخل على ايرن.
ايرن دي يا صاحبي زي ما انت شايف بيقول لك اتفرج على فيديو على اليوتيوب وهتبدا تاخد 100,000 عمله. هتبدا تعمل واتش فيديو، هيفتح لك الفيديو حوالي دقيقتين تقريبا، تخلصه وتبدا ترجع تدخل طبعا هنا على ديلي ريورد، وهتبدا كده كل يوم هتدخل هيجي لك طبعا هنا اول حاجه جاي لك 500، ثاني يوم هيجي لك، تعالوا كده نشوفها مع بعض، ثاني يوم هيجي لك 1000، ثالث يوم هيجي لك 2500، لحد طبعا 10 يوم هتدخلوا على البوت هيجي لك 5 مليون عمله. تمام، ده بالنسبه للدخول اليومي. وزي ما انت شايف اي تاسكات او اي مهمات هتجي لك هنا تبدا تخلصها وهيجي لك عليها عملات كتير قوي. هنا طبعا بيقول لك لو عملت تسجيل في التليجرام هتبدا تعمل جوين وتبدا تعمل تشيك، هيجي لك ال 5000 نقطه. ممكن تعمل جوين كده عادي وترجع وتبدا تعمل تشيك، هتلاقي ال 5000 عمله انت خدتهم. نفس الكلام هنا على تويتر، انا طبعا مش لازم اضغط على جوين، ممكن اعمل فولو اكس كده على طول وابدا اعمل تشيك، هيجي لي العملات من غير ما ادخل يعني. هنا تبدا تختار الاول انت محتاج طبعا العملات دي او تتعامل مع منصه ايه. فانا هنا بفضل منصه بينانس، يعني منصه بينانس انا بالنسبه لي وكذا حد شغال عليها، فتبدا تختارها. تمام، هتيجي هنا هترجع تاني هاخد ال 5000 نقطه لان احنا اخترنا المنصه بتاعتنا، فهنا هنبدا نعمل تشيك وهتبدا تختار كده زي ما انت شايف خدت ال 5000 نقطه. تمام، او 5000 عمله. هنا بيقول لك ادعي لي 3 اصدقاء وهتاخد 25,000. تمام، ده خلاف طبعا المستويات بتاعتهم، كل ما بتزيد انت بتكسب من وراهم جامد. طيب هنا طبعا اير دروب ده بيقول لك هنا كونكت يور تون والت، اللي يعني عاوزك هنا تربط المحفظه بتاعتك. في طبعا ممكن تعمل محفظه عن طريق تليجرام على طول، تمام، او تبدا تختار طبعا اي محافظ ثانيه. ولو جينا عملنا كده كونكت، في بيقول لك كونكت عن طريق تليجرام اهو، او تستخدم اي محفظه من دول. ممكن لو حابب تعرف تسجل ازاي على محفظه على التليجرام سهله، ممكن تروح تعمل سيرش، او لو مش عارف عرفني في الكومنتات تحت الفيديو، او تروح تسجل على محفظه اسمها تون كيبر. المحفظه دي كذا حد برضه بيشكر فيها، وتقدر تيجي تربطها هنا علشان اول ما ينزل السحب تقدر تسحب على طول. طيب بسرعه كده هنبدا نرجع على اللغز بتاع المليون عمله، ده اللي هيطول الفيديو شويه. يعني انا دلوقتي لو بعرفك طريقه التسجيل فكده طريقه التسجيل خلصت، لكن انا عاوز اعرفك الخلاصه وباختصار عشان ما تتوهش، ما تروحش تسجل وتفضل تتفرج على البوت انت مش عارف تجمع عملات ازاي فيه. فانا دلوقتي هبدا ارجع كده يا صاحبي، ادي دي الواجهه الرئيسيه بتاعتي. تمام، هبدا اروح على كلمه ايرن بير دي زي ما انت شايف وهضغط عليها 3 مرات، هيبدا يفتح لي الواجهه دي. زي ما انت شايف هنا بيقول لك ايه، علشان تاخد المليون عمله في كود هكتبه قدامك دلوقتي، الكود ده هيبدا يخليك تاخد المليون عمله دول. خد بالك قوي ان انا معايا 20,000 بعد ما هكتب الكود واخد المليون عمله. شوف طبعا هيزيد معايا النقاط وهبقى معايا فوق المليون عمله زي ما قلت لك اول الفيديو. تمام، فدلوقتي هبدا اكتب الكود. حبيت اقسم الشاشه علشان الكود انا كاتبه اهو قدامك علشان تبقى فاهم ايه هو الكود وازاي اقدر اكتبه واعمل ايه، فركز قوي في الحته دي. تمام، اول حاجه هنا بيقول لك اكتب نقطه شرطه شرطه نقطه، ادي نقطه ادي شرطه شرطه نقطه. تمام، بدا يكتب اهو معاك البي. طيب هاجي اللي بعدها ايه، نقطه نقطه شرطه نقطه نقطه شرطه. لو خدت بالك الشرطه بضغط عليها ضغطه مطوله عشان يكتب لي اللي بعدها. طيب اللي بعدها شرطتين، اضغط ضغطه مطوله على الصوره، ضغطه مطوله على الصوره. تمام كده شرطتين اتكتب الام، ادخل على اللي بعدها نقطه شرطتين زي اول واحده شرطتين نقطه. زي ما انت شايف كده كتبنا الكود بتاعنا، وده هو بيقول لك تيك ذا برايز. تمام، هبدا اضغط عليها ولو خدت بالك كده بقى معايا فوق المليون عمله. وزي ما انت شايف الليفل بتاعي رفع على طول. هبدا ادخل، معلش البوت خرج مني. تمام، زي ما انت شايف الموضوع سهل جدا. طيب المليون عمله دول هيفيدوك جدا جدا قوي، يعني هيخلوك بص معلش هتدخل بقى تعمل تعدين وتفتح حاجات وتبص تظبط الدنيا. طيب انت هتركز هنا على ايه، على بروفيت بير هاور. الحته دي مهمه جدا، يعني العملات اللي قدامك دي هي مهمه بس الاهم هنا ده اللي انت هتتحاسب عليه اللي هو بروفيت بير هاور. تمام، ده اللي الشركه نزلته او البوت نزله قال لك ده اللي انت هتتحاسب عليه، فركز عليه قوي. تمام، هبدا ادخل بقى على كلمه ماين دي وابدا بقى كده ايه افتح الكلام ده كله. يعني مثلا هنا اضغط احاول اوصل الحاجات دي لليفلات 5. تمام، ايه الحاجات اللي هتجمع معاك بروفيت بير هاور دي، يعني حاول على قد ما تقدر ترفع من الليفلات دي. تمام، وهقول لك ازاي تفتح الكلام ده. ده اهو زي ما انت شايف انا اهو بشتري او برقي بقى المستويات بتاعتي زي ما انت شايف كده. تمام، لو جيت تبص كده هنزل كده هتلاقي اهو البروفيت بتاعي بيزيد، عديت ال1000 اهو. تمام، هتبدا تدخل طبعا على هنا تزود برضو. تعالى بس بسرعه كده اقول لك على الحاجات اللي عليها قفل دي. لو جيت خدت بالك هنا هتلاقي بيقول لك علشان تفتح الحاجه دي لازم الهامستر تيوب يوصل لليفل 4. هو فين الهامستر تيوب ده اصلا؟ هتبدا تروح هنا كده على الخانه الثانيه اللي هي التيم دي بي ار تيم، وتبدا تدور على هامستر تيوب. هامستر تيوب هنا مقفول، فبيقول لك افتح لي الهامستر بوك. ده اهو زي ما انت شايف الهامستر بوك فين اهو. هبدا اضغط كده. تمام، انت تشوف كل واحد عليه قفل طالب منك ايه،
طالب ان انت تعلي مستوى حاجه ثانيه تروح تعلي المستوى الحاجه الثانيه، هترجع هتلاقي القفل بتاعك اتشال وهكذا. يعني كله مع كل الحاجات اللي بتظهر عليها اف هتعمل كالاتي. تمام. انا طبعا مش هينفع ان انا ادخل على كل حاجه لان كده الفيديو هيطول زياده عن اللزوم. تمام. فزي ما انت شايف ادي اهو الهاماستر تيوب فتح معايا، هبدا اضغط كده. لو جينا رجعنا على ماركت دي وجينا ننزل هتلاقي اهو الجيم فتح معانا اللي هو كان عليه قفل، هتبدا تضغط تعلي الليفلات بتاعته. تمام. هتضغط تاني، حاول ان انت توصل ليفل 5 مثلا لكل واحد. تمام. لو جيت طبعا تبص تاني على بقيه الاقفال، تمام، هتلاقي كل قفل بيطلب منك تزود يعني حاجه معينه. يعني مثلا لو جيت افتح الليفل ده ادي اهو بيقول لك علشان تفتح هنا لازم توصل الجيم توكنز دي، الجيم توكنز لازم توصلها لليفل 11. يعني تقعد تعمل كده لحد ما يوصل ليفل 11 علشان اللي تحتها دي تفتح وهكذا. تمام. كل اللي انت هتعمله ده هتلاقي هنا في كروت هتنزل معاك، في هنا بيقول لك 3 كروت لو انت جمعتهم تاخد 5 مليون عمله. انا مش عاوز اطول اكتر من كده، ده كان فيديو النهارده. بس لو انت حاسس ان انت متلخبط او في اي حاجه مش فاهمها سيب لي بس في الكومنتات وان شاء الله هنزل لك بشرح على طول. بعتذر طبعا لو بطول عليكم فده بيكون غصب عني، بس ان شاء الله الفتره الجايه هبدا انزل فيديوهات تانية كتير وهنتكلم كتيره عن العملات الرقميه لان عامله شغل عالي وناس كتيره كسبت ارباح كويسه من خلال العملات دي. تمام. فاتمنى بالله عليك يعني تدعمني، تشترك بالقناه، تعمل كومنتات، تعمل لايكات. انا لو لقيت فيه تفاعل باذن الله هبدا اعمل مسابقات مع الفتره اللي جايه. يا ريت تشير الفيديو مع اصحابك علشان كله يستفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.